السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفة سهلة وبسيطة. عايزين تعملوا احلى بتنجان، وعايزين تعرفوا الطريقة والوصفة، وعايزين تعرفوا احلى تتبيلة وليه ما وازاي ما يشربش مننا زيت ويبقى سهل وصحي. وكتير مننا بيحب البتنجان الرومي بس بيخاف على معدته لانه بيشرب زيت كتير. جربت كذا طريقة والطريقة دي يلا تعالوا عندي ادخلوا في الفيديو وانتوا تعرفوا احلى طريقة لعمل البتنجان الرومي صحي وبسيط وسهل من غير ما يشرب منكم زيت خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بقى بوصفة سهلة وبسيطة. بصوا انا من عشاق البتنجان الرومي. بس بصراحة جربته كذا طريقة. جربته ان انا احط في الفرن. جربت ان انا احط شوية زيت واقلب شمال ويمين زي ما بشوف كتير طرق على النت. بس بصوا، البتنجان سواء هتعمليه مسقعة اللي هو الرومي او هتقليه بالتتبيلة زي كده، وطبعا هو مغذي جدا كلنا عارفين يعني. بس انا جربته بكذا طريقه، ما حبيتوش غير بالطريقه دي اللي انا اقليه في الزيت. طب ازاي بقى المعادله الصعبه ان انا اقلي في الزيت ويبقى خفيف وصحي؟ لان انا كنت باكله الاول بقى اكله من هنا وما اقولكوش بقى على اللي بيحصل لي. يعني طبعا السن كل ما الواحد بيكبر في السن المعده ما بتستحملش الزيوت الكتير. فطبعا بقى شفت طريقه سهله وبسيطه ووصفه سهله وبسيطه. جربوها معايا وتعملوا البتنجان ولا هيشرب منكم زيت ولا هتتعبوا ولا تحسوا انه دسم معاك ولا اي حاجه خالص. هنعمل ايه؟ هنقطع البتنجان زي ما انتوا تحبوا كده بطريقه سهله وبسيطه. ونسيبه ونرش عليه شويه ملح ونسيبه حوالي ربع او نص ساعه. هيصفى معاكم الميه اهو. شايفين انا يا دوبك صفيت الميه، تشوفي الميه دي كلها نازله من البتنجان. الميه دي لما بتقطعي البتنجان وتبقى موجوده فيه بتحطيها في الزيت بياخد زيت كتير وبيشرب زيت، لكن كده ما بيشربش زيت مننا. وهنعمل تركايه ووصفه كده سهله وبسيطه. مكون كده هنحطه على البتنجان مش هيشرب زيت وتاكليه كده. والله هتدعوا لي دعوه حلوه ان البتنجان مش هيشرب منكم زيت ولا هيتعبكم. وهنعمله بقى بتتبيله حلوه وبسيطه. الهريسه بتاعت الشطه اللي انا دايما بعملها معاكم وعملتها دايما في كذا فيديو، ان انت بتجيبي جميع انواع الفلفل اللي عندك. الهريسه دي بتعمليها بالبتنجان، بتعمليها في المسقعه، يعني تحطيها مع الطماطم مع التسبيكه، تحطيها مع المحشي، تحطيها في السمك. التتبيله بتاعته حاجه كده بصوا جميله. الطماطم المخلله عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كل انواع الفلفل اللي عندك. عندك فلفل رومي بس عادي وقرنين فلفل سبايسي، عندك فلفل الوان وفلفل رومي تحطي شويه شطه عادي جدا، عندك فلفل احمر وفلفل رومي برضو حطي. اي انواع فلفل عندك اضربيهم في الكبه، وشويه توم عندك سواء توم مهروس او توم عادي فريش كده وتحطيه في الكبه، وتحطي شويه خل وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره. كل التوابل اللي عندك بقى وتفرميه كله كده. بتطلع عندك شويه خل وعصره ليمون، بيطلع التتبيله بقى ودي تحطيها عندك في الفريزر. يعني انا مطلعاها فكت شويه بتقعد عندك بقى بالشهور في الفريزر. دي طريقه التتبيله اللي انا هعملها. هعملها في البتنجان. انت اعمليها كمان رمضان داخل عليكي، اعمليها وحطيها في الفريزر. هتبقى سهله وسريعه كده وتسهل علينا الامور. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ المكون اللي انا قلت لكم عليه. بس بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم صلوا على النبي الاول كده، عطروا لسانكم بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودوسوا لايك واشتراك في القناه منوعات واكلات سهله وبسيطه، او اشتراك في صفحتي على الفيسبوك منوعات واكلات سهله وبسيطه فضلا منكم وليس امرا. متابعه واشتراك سواء على صفحه الفيسبوك او على قناه اليوتيوب. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شويه نشا. جربوا الطريقه دي مش هتندموا على فكره. وهنعمل ايه ده؟ هتقولوا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا بس جربوا الطريقه. مش دي ده نشا، ها؟ نشا كده. ونعمل ايه بقى؟ نحط على البتنجان بتاعنا، عفروا البتنجان بتاعكم كله كده اهو ونقلب. النشا ده هيخلي البتنجان عندنا ناشف وما يشربش زيت خالص. وهنحط شويه زيت صغيرين وهيقلوا لنا كل الكميه دي. خلاص نحط بقى النشا كده. ما تقلقيش تقولي ايه ده، لا لا لا، جربي بس. الحياه تجارب يا جماعه، يعني مش هنخسر حاجه. جربوا الطريقه دي وهتشوفوا. بس كده اقعد بقى اقلبه كده بالراحه خالص، واشوف اللي الجزء اللي معلهوش نشا احط، ونقليه في الزيت ونتبله ونطلعه من الزيت ونيجي متبلينه كده. انا خلاص حطيت النشا. احط الطاسه على النار طبعا بقى. طبعا كلنا بنعرف نقلي البتنجان يعني. وبعدين نتبله بقى، واحلى بتنجان هتاكلوه من ايديا منوعات واكلات سهله وبسيطه. يلا بقى نروح نقلي. بصوا حبايبي كده خلاص ما شاء الله اهو.
طلعنا البتنجان ونحط بقى الايه التتبيله اللي عندنا. حاجه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ريحه خطيره، التتبيله مخليه ريحته حلوه قوي. اهو كده على فكره يعني ايه، تحطوه في التلاجة ممكن يقعد معاكم بالاربع والخمس ايام. جو شتا كده، وحتى لو في الصيف تحطوه كده وتغطوه باي حاجه، او تحطوه في علبه بلاستيك تحفظه، وتطلعوا تاكلوا منه احلى بتنجان بقى. حاجه روعه، وجربوها هتدعوا لي دعوه حلوه انا متاكده. لانه بصوا الكميه دي ما شاء الله كميه كبيره يعني، ده يعتبر فوق بعضه اهو. حاجة سهلة وبسيطة، وحاجة جنب أي أكل عندكم كده، يعني حاجة كده يعتبر مخللة جميلة قوي. لو عجبتكم الطريقة والوصفة ما تنسونيش في دعوة حلوة منكم. ويا رب الوصفة تكون سهلة والفيديو يكون خفيف على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.